النهاردة هنبدأ مع بعض بوصفة لذيذة جدا. احنا هنعمل النهاردة فراخ محشية على الطريقة المصرية القديمة بالرز والخلطة الكبد والقوانص. تعالوا بينا نشوف الرز بتاعها عامل ازاي ولونه عامل ازاي، وبعد كده ندخل على الوصفة. ايه رأيكم بقى على الرز وجماله ولونه وفلفلته؟ بصوا الرز عامل ازاي ولونه عامل ازاي، الرز تحفة. يلا بينا ندخل سوا على الوصفة. في البداية كده أنا عندي فرخة حجم متوسط حوالي كيلو 100 جرام. نضفتها كويس وصفيتها بالمية بتاعتها ونشفتها من بره ومن جوه كويس جدا. وعندي هنا بصلة أنا فرماها ناعم، حطيت عليها فلفل أسود وشوية ملح بس. حابة تحطي بهارات، حابة تحطي أي إضافات تانية، دي يعني اختياري، بس أنا بحب أحط الفلفل الأسود والملح بس في الخطوة دي. وتقريبا هكمل معانا في باقي الخطوات. فانا بعمل الفرخه بالبصله وبدعكها كده من بره ومن جوه ما بين الجناحات وما بين الافخاد، يعني بخلي البصل فيها كده يتوغل فيها من جوه ومن بره. ندخل بقى على الخلطه بتاعتنا. هنا حله على النار ابتدت تسخن، نزلت فيها بقطعه الزبده. اول حاجه انا هنا هنزل القوانص بس. الكبد والقوانص عندك لازم تكون مغسوله كويس جدا ومتصفيه، ما تسيبيش اي مصدر لميه في الحشوات عشان ما يعملش ريحه، ما يعملكيش تست زفاره او ايا كان. احنا بنتجنب ده، ان حاجتنا تكون مغسوله كويس جدا، تكون متصفيه كويس جدا برضو. نزلت هنا بالقوانص الاول تاخد تشويحه، عشان طبعا القوانص بتاخد سوا شويه عن الكبده. اول ما خدت لون معايا كده رحت نازله بالكبده، وما تقلبوش الكبدة أول ما تنزل كتير عشان ما تتهريش منكو، وتحافظ القطعة على قطعتها. نزلت بالفلفل الأسود وخدت تشويحة كده، وهبتدي إن أنا أشيلها أحطها في طبق لوحدها. أنا بحب الخطوة دي، ما بحبش أحط البصل الأول وعليه الكبد والقوانص، بحس إن هي لازم تنشف الأول من المية اللي فيها. لو فيها أي حاجة لازم تكون ناشفة. حطيت البصلة وشوية ملح صغيرين، شوية الملح الصغيرين دول على البصلة كده وهي بتاخد لونها ريحتها لوحدها في حتة تانية. وهرجع تاني أضيف الكبد والقوانص اللي أنا كنت شايلاها وأقلبها. وعندي هنا الرز مغسول مش منقوع، وهبدأ أحط بقى باقي الملح والفلفل الأسود بتاعي على طول. هسيها نص مقدار المية، عشان أنا مش عايزاها سوا كامل، أنا عايزاها يدوب تكون اكتر شوية من المتوسط، عشان الفرخة بتاعتنا مش هتاخد سوا. هنا بقى هبتدي ان انا احشي الفرخة بتاعتي. طبعا ده لون الرز اللي احنا متعودين عليه، البلدي بتاعنا اللي من غير كرملة سكر، من غير صويا صوص، من غير اي الوان ان احنا بنحطها. حلو ان احنا نضيف للاكل بتاعنا، بس احنا عندنا هوية احنا مش عايزين نضيعها. يعني انا بحب ريحة اكل امي قوي في البيت. زمان لما كنت برجع من مشوار او ارجع من مدرسة او ايا كان، كنت اشم الريحة من على باب البيت وانا داخلة. ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب ويحفظهم لنا جميعا ان شاء الله. ابتديت ان انا احشي الفرخة. ما تكبسوش الفرخة قوي، ما تحطوش فيها رز كتير زيادة عن اللزوم، عشان الرز يستوي كفاية، اللحم من جوه يستوي كفاية. ما تخلوش يعني الفرخة ما تبقاش عارفة تتنفس. هنا للأسف أنا الفرخة عندي جت من غير الفتحة اللي بيدخل فيها الرجلين، فابتديت إن أنا أقفلها بالشكل ده. مش لازم نخيط، مش لازم خيط وإبرة، دي فرخة عادية يا جماعة مفيش فيها أي مشكلة. طيب أعمل إيه في الرجلين؟ هتفضل بقى متسابة كده؟ لأ طبعا. أي ورقة فويل عندك قطعيها طويل كده، وابتدي إن أنا أجيب رجلين الفرخة أربطهم بالفويل دي. وما تقلقوش مش هتفك، مش هيجرى لها اي حاجه، وعلى ضمانتي يعني، دي حاجه انا اضمنها لكم. الفرخه عندي بقت زي الفل وجميله ومحشيه كويس. الميه بقى بتاعت السلق بتاعتها هحط ورقتين لورا، هحط باقي البصل، هحط فلفل اسود حب، وابتدي ان انا انزل الفرخه بتاعتي انا نزلتها هنا. انا مبحبش اغطي الفرخه بتاعتي اللي محشيه او الحمام او ايا كان لحد الصدر، لان ده بيفرقع. فهنا انا طلعتها تكمل سواها
في الفرن، لفيتها بورق زبدة وفويل. تدخل تكمل سواها في الفرن عادي جدا، مفيش اي مشكلة، على درجة حرارة متوسطة، وهتطلع ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، وشوية رز وشوية ملوخية وبألف هنا يا رب.